ما عندك تدفع كمية الغاز مالته ب 40,000. انت 20,000 البيت و20,000 جابين وياه. فمن وصل هناك خابرته زوجته قالت له ابنك كلش مريض وهاي الدكتور كشفيته كلش غالي. قلعوا فيه لا تودي. فصراحة أنا أثرني هذا الموقف، كتبت عليه قصيدة. بس احنا تدرون بالواجب بين الساعة هسه بالثنتين إلا 5 بالليل. بس ما كتبتها عن سرايا السلام، كتبتها عن الحشد الشعبي كله. أخاطب بها الطبيب أقول له نزل كشفتك دكتور نرجوك، الحشد توقف وياهم والله معتاز، ما تضحي بفلوس واحنا دكتور، نجل تخفى بأمان نضحي بعزاز. السفياني يا دكتور موجود وعلينا ارهاب من كل الدول داز، وحق عباس ذاك ودم الحسين لاسرائيل وامريكا الحشد هاز. عاز تجيب صح كلش الفلوس، بس الراس ابد للغيره ما عاز. ما عدنا ولجل للساتر الروح، ولك بعنا امس قنينة الغاز. احنا يا دكتور في سوح القتال عن جبلنا ندافع وعن هورنا. داعش تذبح ولدنا وانت ليش بالسعر تذبحنا يا دكتورنا؟ رغم معتازين لكن يا طبيب ظلت الغيرة دمعنا وطورنا. من سمعنا الوطن رايد تضحيات، بعنا البيوت وشرينا قبورنا. يا طبيب انت تدق للمال اساس، واحنا عسى تريدك شاجورنا. انت ويلادك على صدرك تنام، والبنادق نامت على صدورنا. انت ويلادك على صدرك تنام، والبنادق نامت على صدورنا. انت قاعد بالعيادة ومستريح، واحنا كل ساعة المنية تزور. بلا يا راتب نلتحق يا ابن العراق، شوية حس بهالوضع وبجورنا. انت بن هذا البلد لا مو غريب، وتعرف الباقة ولحمنا وثورنا. حرب احنا وهالحرب شدة وتزول، ويفترض نتساعد احنا بدورنا. دورنا نقاتل على الساتر نروح، ودورك تنزل السعر دكتورنا. الشريف يشارك هاي القصيدة حتى توصل للدكاترة. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل